ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب. الذهب وصل لمستويات 2079. يوم الأربعاء اللي فات طبعا كان في خبر الفيدرالي الساعة 9 بتوقيت القاهرة. الذهب صعد يمكن نزل شوية وصل ل 2045. الناس تفاجئت إن بعد ما السوق فتح على الساعة 1 بالليل إن الذهب وصل لمستويات تاريخية 2079 دولار. النهارده بقى في برنامج الفوركس معانا بشير نبدأ بقى نعرف أسباب ارتفاع الذهب. الدهب حكايته جت منين؟ عندنا 3 مرات صعد للرقم ده. صعد 2075 في شهر 8 2020، صعد بعد كده في شهر 3 السنة اللي فاتت يوم حرب روسيا وأوكرانيا ل 2070. لأول مرة الذهب يصل إلى مستويات كام؟ 2079. رقم تاريخي، رقم تاريخي، لازم الناس تعرف الرقم ده، يعني أول مرة يظهر الذهب لهذا الرقم. المفاجأة بقى فين؟ المفاجأة إن الذهب بدأ ينزل، يعني بعد الخبر دوت بعد ما وصل ل 2079 الذهب بدأ ينزل، وصل لمستويات كام؟ وصل لمستويات 2000. لو جينا شفنا الذهب قدامنا اهو يمكن نزل أقل حاجة كام؟ 2000. وصل ل 2000، وصل 2000 ليه؟ إن هو بدأ يصعد تاني، يعني من ساعة من يوم الأربعاء بالذات وبدأ يطلع بالليل، الناس مش واخدة بالها. خلال يوم الخميس ويوم الجمعة كان عندنا خبر طبعا في أمريكا 3.5. تخيل ان الذهب نزل حوالي 800 نقطة تاني. الذهب نزل من 2079 الى 2000 دولار. تخيل الذهب ينزل حوالي 80 دولار. طبعا احنا بنيجي نتكلم عن الذهب بنتكلم عن اونصه الذهب او الاوكيه بتساوي 31 جرام و10، اللي هو سعر كام؟ السعر العالمي للذهب كام دلوقتي؟ 2017 دولار. ايه النزول اللي حصل ده؟ كان في اخبار قويه جدا حصلت طبعا يوم الجمعه. ولكن احنا بالنسبه للتحليل بتاعنا ايه الارتفاع اللي حصل وايه الانخفاض؟ ارتفع ازاي الذهب؟ كان في كلمه السر في الذهب عندنا يمكن الاسبوع اللي فات لما وصل او اللي قبل اللي فات وصل الذهب ل 2050 دولار. لما وصل ل 2050 دولار الناس تخيلت قال لك خلاص ده الذهب بقى يبدا ينزل تاني. ولكن احنا قلنا لو الذهب توقعنا لو الذهب طلع النقطه دي تاني الى 2050 دولار في احتمال يصعد الذهب. لما صعد الذهب وصل نقطة قوية جدا 2079 أو 2078. من هنا ما وصلش لرقم 80. 2080 دي كانت نقطة قوية جدا للذهب. لو تخطى الرقم 2080 ده كنا هنشهد ارتفاع كبير للذهب، ولكن الذهب نزل وصل إلى كام؟ إلى 2000. هل تاني من الذهب منخفض؟ الذهب منخفض حاليا من يوم الخميس، يعني خلال الخميس والجمعة الذهب انخفض تاني. ليه بقى؟ مفيش سلعة في الدنيا أو في البورصة، أنا هتكلم في البورصة بصفة عامة، مفيش سلعة ترتفع على طول، لازم تنزل. يعني الدهب كان يمكن نتكلم على مصر، الناس قالك الدهب هيوصل ويوصل ويوصل ويوصل. الدهب ده سعر عالمي، الدهب سعر عالمي لما وصل للرقم ده بدأ ينزل. طب الدهب فين دلوقتي؟ الدهب دلوقتي عند 2017 دولار، ده السعر الحالي. الأسبوع اللي فات أعلى سعر 2079، أقل سعر حوالي 1976. دلوقتي الدهب كام؟ 2017. الرقم ده مهم جدا للذهب. الدهب لو شفناه الاسبوع ده تحت ال 2000 دولار هيبقى الدهب في مرحله انخفاض تاني. الدهب لو نزل تحت مستويات ال 2000 متوقع ينزل متوقع ينزل 1990 ويبدا ينزل 1980 كمان. يبقى الدهب تحت ال 2000 هيوصل في مرحله انخفاض دولار. امتى الدهب ممكن نقوله هيرتفع؟ الرقم ده مهم جدا، 2030 دولار. لو شفنا الذهب فوق ال 2030 دولار هنشهد ارتفاع الذهب. ان الذهب خلي بالكم هو طالع ونازل. يمكن الفتره اللي فاتت لما جينا اتكلمنا عن الملاذ الامن، رغم ارتفاع الذهب وما زال الملاذ الامن في ناس تعتقد الملاذ الامن بس ساعات في سعر مرتفع عالي. لما بسعر مرتفع ما ينفعش اروح اشتري الذهب، ما ينفعش ليه؟ ان استنى، في تقلبات في الذهب، ممكن ينزل ممكن يطلع، فانت لازم تراقب الذهب. انت سلع عاليه او في الخميس والجمعه الذهب بدا ينزل، هل اشتري ولا ابيع؟ لازم تراقب السوق ماشي ازاي. والذهب نزل يمكن في اليومين دول حوالي 80 دولار تقريبا في الاونصه. يبقى الذهب عندنا نقطتين قويين جدا، تحت ال 2000 هنشهد انخفاض الذهب ممكن يوصل 1990 و 1980. تحت ال 1980 هنشهد مزيد من انخفاض الذهب. اول نقطه صعود الذهب 2030 دولار، ممكن يوصل مستويات 2000 2040 و 2050. لو الذهب صعد فوق ال 2080 هو ما وصلش 2080 ده هيشهد مرحله كبيره من الارتفاع الذهب. لكن نظري على ارتفاع الذهب بشكل مختصر. الاسبوع اللي فات طبعا كان عندنا اخبار في الفيدرالي، كان في خبر الفيدرالي والناس كلها كانت مستنياه. هل بقى الفيدرالي هو اللي غلى سعر الذهب؟ لا، هو الذهب كان في نقطه تاريخيه 2050 طلع لها، بدأ يوصل ل 2048 او 2000 بالظبط 2000
75 اما كسر بدا ينزل تاني. وطبعا كان في عندنا الوظائف الزراعيه في امريكا، ده كان برضو خبر قوي، بدا يوصل مشيد من ارتفاع الذهب. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنبدا بقى